بعد كل من زياش لاعبو المنتخب الوطني يقررون هم الآخرون التبرع بجوائزهم المالية لفائدة العائلات الفقيرة بالمغرب. وفي التفاصيل أفادت بعض المصادر أن لاعبي المنتخب الوطني المغربي أجمعوا كلهم على تأكيد حسهم الإنساني ليقرروا التبرع بجوائزهم المالية التي سيحصلون عليها إلى العائلات الفقيرة والمحتاجين بالمغرب. وستحصل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مبلغ 25 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد وصول الأسود إلى المربع الذهبي. وينتظر أن تمنح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم جوائز مالية لكل لاعب من المنتخب الوطني المغربي بعد التألق التاريخي في النسخة 22 من كأس العالم التي اختتمت يوم الأحد الماضي في قطر. وقالت المصادر أن اللاعبين المغاربة سيتبرعون بالمكاسب المالية التي جنوها إلى الأسر والأطفال من العائلات الفقيرة والمحتاجين بالعديد من المناطق بالمغرب. ولم تحدد المصادر الصيغة التي سيتم بها توزيع هذه الأموال، إلا أن الأكيد أن هذه الأموال ستذهب إلى من يستحقها من المعوزين والمحتاجين بالمغرب. التبرع بالأموال من طرف بعض اللاعبين المغاربة ليس وليد الساعة، حيث عرف عن بعض اللاعبين أو لاعبي المنتخب الوطني المغربي إقدامهم على أعمال الخير والإحسان، كما هو الشأن بالنسبة للنجم المغربي ونجم تشيلسي حكيم زياش الذي يتنازل عن كل المبالغ المالية التي يحصل عليها من الجامعة للعديد من العائلات الفقيرة بالمملكة. كما سبق لعبد العزيز ذو الفقار مكتشف زياش أن أكد ذلك في وقت سابق. كما سجل عن النجم المغربي زكريا أبو خلال تكفله قبل أسابيع من المونديال بمصاريف إنشاء ملعب بمنطقة دار بوعزة ضواحي مدينة الدار البيضاء، وسيستفيد من الملعب بعض أطفال المنطقة. ويذكر أيضا أن أسود الأطلس وصلوا يوم أمس الثلاثاء إلى المغرب في حدود الساعة 5 عصرا، وخصص لهم استقبال تاريخي على طول الطريق الرابط بين مطار الرباط وسلا وشوارع مدينة العاصمة الرباط، قبل أن يحظوا بشرف الاستقبال الملكي السامي والذي قام بتوشيحهم بأوسمة من درجة ضابط، إضافة إلى الاحتفاء الكبير والتحية التي تلقوها من ملايين إن لم نقل مئات الآلاف من الشعب المغربي الذين حضروا كلهم في العاصمة الرباط لتحية الأسود الذين حققوا إنجازا تاريخيا كبيرا بالوصول إلى المربع الذهبي كأول منتخب إفريقي وعربي يصل إلى تلك الدرجة في تاريخ مشاركة هؤلاء أو هذه الفرق في المونديال. نشكركم على حسن المتابعة.